أوقات بنشوف ناس في الشارع هاديين ومحترمين وشهم ملوش أي تعبير، بس ورا الهدوء ده ممكن يكون في جحيم. شاب عايش لوحده، محدش سمعله صوت، جاره بيقول عليه مؤدب ووشه دايما مبتسم. لكن الشرطة لما فتحت باب شقته لقت التلاجة مش مليانة أكل، التلاجة كانت مليانة جماجم، وجواها قلوب وأطراف بني آدمين متقطعة ووشوش متجمدة. القصة اللي هنحكيها دلوقتي مش خيال، دي قصة حقيقية. وده كان جيفري دامر. ويلا نبدأ الحكاية. كان شكله عادي جدا، عادي لدرجة زهق. شعره أصفر وجسمه متوسط ولبسه دايما نظيف ومرتب. ساكن في شقة صغيرة في حي هادي اسمه ميلووكي. جاره كان بيشوفه كل يوم ويسأله: عامل ايه يا جيف؟ وهو يرد بابتسامة بايخة: كله تمام. بس محدش كان يعرف إن تلاجته كانت مليانة جماجم. جيفري دامر اتولد سنة 1960، وكان من وهو طفل عنده ميول غريبة. أبوه كان بيشتغل كيميائي وعلمه من بدري ازاي يتعامل مع الحيوانات الميتة ويحللها في البيت. وهو الصغير ما كانش اجتماعي وكان بيحب العزلة، وأكتر حاجة تفرحه لما يلاقي حيوان ميت. فضل يكبر ومعاه العقدة دي لحد ما بقى شاب، وبدأ الوحش اللي جواه يصحى. أول جريمة كانت سنة 1978. ستيفن هيكس. كان جيف عمره 18 سنة، شاب في أول حياته، والضحية شاب برضه اسمه ستيفن. ستيفن كان واقف على طريق سريع عشان كان رايح لحفلة موسيقية. جيف شافه، وقفله بالعربية وقاله: تعالى تعالى عندي البيت نشرب حاجة ونتفرج على فيلم. ستيفن وافق ودخل معاه البيت وقعدوا يشربوا. ولما جه يمشي جيف رفض. اللحظة اللي اتغير فيها كل شيء: جيف جاب دمبل حديد وضرب بيه على دماغه، وبعد كده خنقه بإيده لحد ما مات، وقطع جثته وشال اللحمة ودفن العظم في الجنينة. وأول مرة في حياته يحس براحة. دي كانت أول نقطة دم، ومن ساعتها جيف مرجعش بني آدم تاني. اتحول لشيطان بيضحك وهو بيحط الجماجم جنب اللبن في التلاجة. جيف سكت 9 سنين بعد أول جريمة، لكن لما رجع ب100 وش، ورجع بجوع ما بيشبعش. 9 سنين عدوا، تقدر تقول إن الوحش اللي جواه كان نايم، أو يمكن كان بيراقب أو بيخطط. من سنة 1978 لسنة 1987 جيف ما قتلش حد، لكن الحقيقة هو ما بطلش يفكر. كان بيقضي الليل في خيالات عن السيطرة وعن الجثث، عن إنه يبقى ليه عبد، جسد ساكت ما بيتكلمش ولا يتحرك، بس يفضل جنبه. سنة 1987 جيف كان في فندق، شرب كتير وقابل شاب اسمه ستيفن تومي. شاب صغير وشكله حلو وطيب. اتكلموا وضحكوا وسهروا مع بعض. جيف أخده الأوضة وشرب معاه، وبعد كده الضلمة نزلت. صحيت الصبح لقيت إيدي كلها دم والسرير غرقان والواد ميت. ده كان اعتراف جيف للبوليس بعدين. جيف ما كانش فاكر حتى انه قتله، لكن اتصرف بسرعة. جاب شنطة كبيرة وحط فيها الجثة، وخدها على بيت أبوه القديم. قطعه حتة حتة وبدأ يحتفظ بالعظم كذكرى حلوة. زي ما قال: المرة دي ما كانتش زي زمان. ما دفنش الجثة، دي اتحولت عنده لهواية. جيف بدأ ياخد أجزاء ويجرب يحتفظ بيها ويشمها ويتكلم معاها. الدم بالنسبة له ما بقاش جريمة، بقى نوع من أنواع الراحة. سنة 1988 شاب أسود عنده 14 سنة قابل جيف في بار صغير، وبرضه نفس السيناريو: تعال عندي نتصور مع بعض واديك فلوس. جيمي كان محتاج الفلوس فوافق. جيف خد الشاب وحط له مخدر في المشروب، وبعدها خنقه
وصوره بعد ما مات. بعدها جاب حامض ودوب الجسم بالكامل ما عدا الجمجمة، والجماجم بقت كأنها مجموعة فنية على رف الدولاب. سنة 1990 جيف طور لعبته. دلوقتي بيصطاد من البارات، خصوصا الشباب اللي محدش بيدور عليهم. أنتوني كان شاب صغير فقير ساكن في الشارع، وجيف قدم له أكل وسرير دافي. لكن أول ما نام جيف كتم نفسه بالمخدة، وبعدها صوره وهو ميت. بدأ يحتفظ بصور الجثث وياخد منها لقطات وهو بيقطعها. كان بيحب اللحظة اللي الجثة بتبرد فيها، يلمس الجلد، يسيبها في الحمام يومين وبعد كده يقرر هياكل ايه ويحتفظ بايه. كونيراك سيناسومفون، ودي أبشعهم وأكترهم قهر، وسبب إن جيف ما اتمسكش بدري. الولد ده هرب من الشقة نص عريان، والناس شافوه في الشارع مرعوب وبينزف، واتصلوا بالشرطة. لكن لما الشرطة جت جيف قابلهم بكل هدوء وقال لهم ده صاحبي وشاربين وخرج من بيتنا، هو كويس. بس الولد ما كانش قادر يتكلم من كتر الرعب والمخدر اللي هو اداهوله. الشرطة صدقته ورجعت له بالفعل الولد بعد نص ساعة. جيف كان قاتل الولد بعدها وقطع جسمه واحتفظ بالجمجمة بتاعته. جيف ما كانش بيقتل وبس، لأ، ده كان بيحتفظ بالجثث وبياكل منها وبيحبها. وساعات كان بيقعد يتفرج على التلفزيون وجنبه راس بني آدم في طبق. 22 يوليو سنة 1991 الساعة كانت داخلة على 11 بالليل. الشقة كانت هادية، وجيف قاعد على الكنبة بيضحك وبيحاول يطمن الشاب اللي قدامه. اسمه تريسي إدواردز، وكان آخر ضحية، بس ربنا كتبله النجاة. تريسي كان قاعد وشايف الرعب في عيون جيف. الريحة كانت طالعة من أوضة النوم، ريحة مزيج بين الموت واللحم الفاسد. لكن تريسي كان ذكي، فضل يضحك معاه لحد ما قدر يجري ويطلع للشارع ويطلب النجدة. وصلت دورية الشرطة بعد دقايق. تريسي قال لهم الراجل ده حاول يقتلني، عنده سكاكين وسلاسل وصور مرعبة. الضابط ما استناش وطلع معاه للشقة. فتحوا الباب ودخلوا، وهنا بدأ الجحيم. دخلوا أوضة النوم، لقوا صور فورية كتيرة جدا متعلقة على الحيطة ومحطوطة في الأدراج، وفي شنطة كلها صور لناس ميتة ومتقطعة وجثث متعفنة، وبعضها صور لجيف نفسه وهو واقف وسط الأشلاء. واحد من الضباط قال كنت فاكرها صور مزيفة لحد ما بصيت حواليا ولقيت نفس السرير ونفس الأرضية ونفس الوضعية اللي الجثث متصورة بيها. وراحوا فتحوا التلاجة، راس بني آدم مقطوعة ومحطوطة جوه طبق، كيس بلاستيك فيه قلوب بشرية، وكيس تاني فيه كبد وعضلات متقطعة. ريحة فظيعة خلت واحد من الضباط يرجع في مكانه. الدم كان لسه سايل، يعني الجريمة كانت من ساعات قليلة. في غرفة النوم صندوق فيه جماجم مرصوصة على الرف. في الدولاب برطمانات فيها أعضاء بشرية محفوظة بالفورمالين. على الأرض سكاكين ومناشر وكاميرات. واكتشفوا إنه كان ناوي يحول الجثث لتماثيل. كان عامل رسمة لتصميم بشري من الجماجم والعظام زي ديكور كده. ضابط من الضباط اللي كانوا موجودين قال أنا أخدت أجازة نفسية بعدها، ما قدرتش آكل اللحمة تاني نهائي، وما قدرتش أنام في النور حتى. في ضابط تاني وقف قدام التلاجة وعيط حرفيا. ما كنتش فاهم ازاي بني آدم ممكن يوصل لكده، ازاي يبقى فيه شر بالحجم ده وساكن بين الناس عادي وبيشتري لبن وبيحطه في التلاجة جنب قلوب البني آدمين عادي. الضابط قال الكلام ده وهو متأثر جدا. جيف اتقبض عليه واتاخد على اسم الشرطة، وساعات قليلة كانت كفيلة إنه يعترف ب17 جريمة قتل بدون لا خوف ولا ندم. وقال إن هو كان بيصور ضحاياه وفي لحظات معينة قبل القتل وبعد ما يخدرهم وبعد الوفاة وبعد التقطيع. الصور دي كانت بتطلع فوري،
من غير ما يعدي على أي محل تحميض، يعني مفيش حد هيشوفها غيره، وكمان سرية جدا. كان بيحتفظ بالصور دي كذكريات من كل جريمة بيرتكبها، وبيشوفها وقت ما يحب. الساعة كانت 3 الفجر في اسم الشرطة. كان قاعد على كرسي حديد، واحد من أبرد القتلة اللي شافها التاريخ، جيف، لابس بدلة السجن وإيده مربوطة وشكله هادي جدا، بيبص في الأرض ووشه ما فيهوش نقطة دم. الضابط قاله: إحنا لقينا جماجم في بيتك وراس بني آدم في التلاجة، عندك تفسير؟ جيف بصله ورد بهدوء مرعب: أيوة، دول كلهم ناس أنا قتلتهم. أول ما المحققين سألوه عن الصور اعترف فورا: آه، كنت بصورهم عشان أفتكرهم، كنت بحتفظ بيهم زي الذكريات. ولما سألوه ليه كنت بتقتلهم، قال واحدة من أكتر الجمل رعبا في كل القضية: ما كنتش عايزهم يسيبوني، كنت عايزهم يفضلوا جنبي للأبد حتى لو ميتين. سأله المحقق: هل فعلا كنت بتاكلهم؟ جيف ابتسم ابتسامة صغيرة وقال له: أيوة، كنت باكل العضلات، ساعات القلب، كنت بحب أحتفظ بالجزء المفضل عندي منهم، ده كان بيخليني حاسس إنهم بقوا جزء مني. وقال كمان إنه لما كان بياكلهم ما كانش بيحس بالوحدة. جيف كان بيحاول يعمل تجارب مرعبة جدا، كان بيحقن جمجمة الضحية بمادة حارقة عشان يحولهم لزومبي، وكان بيحط الأعضاء في الفورمالين عشان ما تتعفنش، وحاول يصمم تمثال من عظام ضحاياه. جيف اعترف بكل حاجة بدون محامي، وفي الأول قال: أنا مش عايز أخرج، أنا عارف إن اللي عملته بشع واستاهل عليه الموت، لكن أمريكا وقتها ما كانش بتنفذ حكم الإعدام في الولاية دي، فاتحكم عليه بالسجن مدى الحياة في 16 مرة. وقال في المحكمة: كنت بحس إني وحش، وأحيانا كنت بحب الشعور ده. في اللحظة دي العالم كله بدأ يسمع عن الوحش اللي من ميلواukee، مش لأنه قتل، لكن لأنه عمل حاجات محدش يقدر يتخيلها حتى في الكوابيس. جيف دخل سجن اسمه كولومبيا الإصلاحي، وكان قاعد في زنزانة لوحده، بس عمره ما كان مرتاح. بعض المساجين كانوا عايزين يقتلوه، والضباط نفسهم كانوا بيحتقروه، والناس بره كل يوم دعوات على راسه، وكانوا بيقولوا ازاي الكائن ده لسه عايش. بعد فترة من السجن جيف بدأ يتغير بطريقة غريبة، طلب يتعمد ويبقى مسيحي، بقى يرسم صور دينية وبيساعد في تنظيف السجن. بس في ناس كانت شايفة التغيير ده تمثيل، وكان في واحد بالذات بيشوفه كل يوم وعينه مليانة نار. يوم 28/11 سنة 1994، الساعة كانت 8 الصبح، جيف خرج من زنزانته وراح مع 2 مساجين ينظفوا الحمامات في جناح الصنايعية. مفيش حارس معاهم، بس في الكاميرات والشغل الروتيني. واحد من اللي معاهم اسمه كريستوفر، كان شاب اسود دخل السجن بتهمة القتل، بس كان بيقول على نفسه انه جاي ينفذ عدالة ربنا. دخلوا الحمام ووراهم الباب اتقفل. بعد 20 دقيقة الدم كان مالي الحمام. كريستوفر خد قطعة معدن من الجيم وضرب جيف على دماغه ضربتين ورا بعض، والضربة التالتة فتحت دماغه تماما والدم ملا الحيطان. مات في ساعتها من غير ما ينطق ولا كلمة. وبعدها كريستوفر ضرب التاني اللي كان معاهم وقتله برضه. في التحقيقات كريستوفر قال: ربنا كلفني إني أخلص العالم من الوحوش دول. وقال كمان إنه شاف جيف بيشكل الأكل في السجن على هيئة أعضاء بشرية وبيضحك، وده اللي فجره من جواه. يوم ما مات جيف الناس ما حزنتش، وفي ناس منهم وزعت حلويات وقالوا: الشيطان رجع جهنم. لكن أمه قالت: ابني كان مريض، وكل الناس حكمت عليه كوحش، محدش سأل ليه بقى كده. جيفري دامر مات، بس قصته لسه عايشة، كتب وأفلام ومسلسلات وبودكاستات وتحقيقات علم نفس بتحاول تفهم
هل في بشر ممكن يتحولوا لكده ولا هو استثناء؟ تفتكروا كريستوفر اللي قتله في السجن كان بينتقم ولا فعلا كان بيطبق العدالة؟ ولو كان جيف ما اتقتلش، هل كان يستحق يعيش باقي عمره جوه زنزانة ولا يتنفذ فيه حكم الإعدام؟ اكتب لنا في التعليقات لو كان جارك جيف، كنت هتشك فيه وفي تصرفاته ولا كنت هتعدي الموضوع؟ ولو فتحت التلاجة ولقيت فيها جماجم، أول حاجة هتعملها إيه؟ تفتكروا في قتلة متسلسلين لسه عايشين وسطنا ومحدش عارف؟ اكتب رأيك تحت في التعليقات وما تنساش تعمل اللايك واشترك في القناة عشان تتابع كل القصص اللي جاية معانا.